هل تعرفين الفرق بين جاء وأتى؟ من الناحية اللغوية، جاء تستعمل لما فيه مشقة، أما أتى فتستعمل للمجيء بسهولة ويسر. قال تعالى في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى أيضا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. هنا أشق لأن فيه قضاء وخسرانا وعقابا. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فتكذيب الرسل شيء معهود، لكن الاستيئاس هذا شيء عظيم أن يصل الرسول إلى هذه الدرجة، فهذا أمر شاق، لذا جاءت كلمة جاءهم في الآية الأولى. أما في الثانية فالتكذيب هو أمر طبيعي أن يكذب الرسل، لذا وردت آتاهم وليس جاءهم.